وانتصار كبير للمنتخب المغربي على منتخب موريتانيا ب4 أهداف مقابل لا شيء. كابتن عزيز، يعني اليوم حصل على جائزة أفضل لاعب هو نجم المنتخب المغربي عبد الإله الحفيظي. صحيح، لانه اشتغل كثير في وسط الملعب، خصوصا في الشوط الثاني انه قدم الاضافه، هو اللي خلق المساحات، هو اللي كان كيراوغ وكيعطي الزياده العدديه، وخصوصا انه لعب في وسط الميدان ثم لعب كجناح ايسر بعد التغيير. سواء هذا اللاعب متعدد التخصصات، اذا لذلك فالمدرب دائما ما يحتاج مثل هذا اللاعبين، فهو تارة يلعب جناح ايمن، تارة يلعب جناح ايسر، الان في وسط الميدان كصانع العاب، ودائما يقوم دوره باخلاص. سريعا ايضا على النجم اليوم ايوب الكعبي صاحب هدفين. صحيح، اذا استمر بهذه الوتيره اظن بانه عنده مستقبل زاهر، واظن انه ايرفي روران اللي يشاهده ممكن ان يضيفه الى لائحته، ولكن ليس الوقت مبكرا، وننتظر مدى كيف سيكون يعني مردوده في المباريات. تتوقع له يعني